النهارده جبت لك اداه اي هتخليك تاخد شغل اكتر بكتير من اللي تقدر عليه، وده لانها هتخليك اسرع واجمد واحد في المونتاج. وعشان احنا فاهمين بعض فانا عارف ان السؤال اللي هيجي في دماغك هي ببلاش ولا بفلوس، وعشان كده في نص الفيديو هقول لك على طريقه تخليك تاخدها هي واي اداه او موقع اي ببلاش دايما. فاديني 3 دقايق بس وهغير لك طريقه شغلك. الاداه هي اوتو كات، تقدر تنزلها من اللينك اللي في الديسكربشن. الاداه دي هتخليك تقدر تقطع فيديوهاتك كلها في ثانيه واحده، ومش هتحتاج اجدد نسخه من بريمير عشان تعرف تشتغل بيها. والميزه اللي فيها اللي بتفصلها عن اي اداه اي موجوده في السوق وطلعت بتقطع فيديوهات قبل كده او حتى اللي موجوده جوه بريمير نفسه، هي انها بتدعم العربي. ولا مش بس كده، ده بيسالك انت عايز بانهي لهجه، يعني عايز العربي المصري، السعودي، الاماراتي، القطري، الجزائري، التونسي، اي لهجه. كل اللي عليك تعمله ان انت تنزل الاداه من اللينك وتسطبها عادي على جهازك. وعشان تقدر تستخدمها هي او اي اداه تانية ببلاش، افتح موقع اسمه تمب ميل. ده بدوسه واحده بيجنريت ايميل جديد تقدر تستخدمه في اي موقع انت عايز تجربه وترميه بعدين. ولو نزلت تحت شويه هتلاقي الانبوكس بتاع الايميل دوت، عشان لو الموقع اللي انت عايز تجربه بعت لك كود. كده احنا سطبنا الاداه. اختار الفيديو اللي انت عايزه من التايم لاين ودوس على ويندو اكستنشنز واختار اوتو كات. هنا بقى انت عندك حاجات كتيره جدا تقدر تعملها. عايز تقطع الفيديو، تشيل الكلام المتكرر، عايز تحط كابشنز او حتى تعمل بي رولز على حسب الكلام اللي بيتقال. بس النهارده احنا هنتكلم عن الجزء بتاع التقطيع. هندوس على الاوتو كات سايلنسز وهنختار ان واوت لو انت عايز حته معينه في الفيديو، او انتاير تايم لاين لو انت عايز الفيديو كله. التراكين دول ما فيهمش حاجه فاحنا هنشيلهم وندوس فاليديت. هنا بقى هيسالك حاجات بسيطه زي ايه هي مده السكوت اللي يعتبرها المفروض تتشال. يعني مثلا لو مده السكوت عدت ثانيتين كده المفروض تتشال، ولا 3 ولا 4. بس الصراحه بالتجربه الحاجات اللي هو حاططها كويسه جدا ما تلعبش فيها. هننزل تحت شويه وهنختار احنا عايزين نمسح السكتات ولا نقطعها بس ولا نعمل لها ميوت. انا عن نفسي هسيبها زي ما هي وادوس كات واتفرج على السحر. على فكره انا ما سرعتش اي حاجه، ده هو فعلا كده دي سرعته الحقيقيه. طبعا انا عن نفسي بحب ابص عليه بصه ثانيه عشان لو في حاجه عايز اعدل عليها، بس عن تجربه هو تحفه. ممكن بعدين نستخدم الفيتشر اللي هي بتقول لك شيل الحاجات المتكرره، لكن انا بحب اشتغل الحاجات دي يدويا عشان اشوف انهي لقطه احلى من الثانيه. وفي اخر الفيديو اتمنى ان انتوا تعملوا سبسكرايب، لان بجد الفيديوهات دي بتتعبنا جدا انا وفاضل واحنا بنشتغل عليها عشان نتاكد ان كل حاجه بنقولها مظبوطه.